اتقال عليها مدينة الجن، وإن اللي بيدخلها ما بيقدرش يخرج منها سليم مرة تانية، وإن هي بتحتوي على نقوش اللي رسمها كان جن مش بشر. كمان اتقال عليها إن سكنها كائنات فضائية قدرت تتعامل مع الإنسان البدائي، ونسبوا كل نقوش المدينة للكائنات دي. وفي رأي تالت بيقول إن الكلام ده مجرد شائعات، وإن اللي رسم نقوش المدينة هم سكان المدينة الأصليين. قصص كتير وأقاويل أكتر صممت على إن الداخل في المدينة مفقود والخارج منها مصاب بالجنون. تعالوا ندردش مع بعض ونعرف إيه هي قصة مدينة الجن أو برمودا الجزائر المرعبة. أنا محمد فرج، وأنتوا دلوقتي مش محتاجين نقول لكم إن أنتوا في حياة زمان. الأعجوبة المهجورة أو سيفار، وهي أحد المدن الغامضة الموجودة في سلسلة تصيلي وسط الصحراء الكبرى بالجزائر. تاريخها بيعود لآلاف السنين. بعض من العلماء قالوا إن تاريخها بيعود للعصر الحجري الحديث. أطلقوا عليها بوابة الجن لأنه محدش كان بيقدر يدخلها ويتجول فيها، لكن كانوا بيكتفوا باكتشاف أجزاء بس منها، وده عشان هي بتشبه المتاهة الكبرى. امتى تم اكتشاف مدينة سيفار؟ حسب اللي اتقال من جيران المدينة انه تم اكتشافها من السكان المحليين، وجه راجل اوروبي اسمه هنري اليوت واعلن اكتشافها، وده كان وقت الاستعمار الفرنسي. تعتبر المدينة من اهم مواقع التراث العالمي لليونسكو سنة 1982. ومدينة سيفار او المدينة المفقودة كان بيعتقد ان على اراضيها عاش الاف من البشر منذ الاف السنين، بقت خالية تماما حاليا. كمان اتقال إن في مخاطر من دخولها دلوقتي. بتضم مدينة الجن متحف طبيعي مفتوح بشكل كامل في الهواء الطلق، وبتحتوي على آلاف المنازل الصخرية اللي اعتقد إن سكانها كانوا عايشين فيها من آلاف السنين. واللي عايزك تعرفه إن فيها أكتر من 15 ألف لوحة جدارية وعدد كبير من المنحوتات والنقوش والرسومات الزاهية بألوانها الرائعة. بس الغريب مش في كده، المفاجأة إن تقال إن الرسومات دي من الممكن إن هي تكون من صنع الجن مش البشر. أيعقل؟ ما نعتقدش. في سنة 1982 سجلت منطقة تصيلي ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو بوصفها أقدم وأكبر مدينة صخرية أو غابة صخرية. ساعتها وضحت منظمة اليونسكو أن المنطقة دي بتحتوي على أكتر من 15 ألف رسم ونقش على جدران الكهوف. النقوش دي بتسجل التغيرات المناخية اللي مرت بالمنطقة وهجرة الحيوانات المترتبة عليها. كمان بتشهد رسومات التطور اللي وصل ليها البشر قبل 6000 سنة قبل الميلاد في إطار فني إبداعي. اللي بيميز النقوش دي عن غيرها في المناطق حول العالم إن هي فضلت مستمرة وبتتجدد على مر التاريخ. وعلماء الآثار وجدوا إن آلاف الرسومات والنقوش الصخرية في المنطقة امتدت على مدار آلاف السنين وحتى القرون الأولى من الميلاد. كمان كرس السكان القدماء للمنطقة معظم نقوشهم لتجسيد الجانب الديني والسحري للمجتمعات، وده اللي خلى النقوش مادة رئيسية لدارسي الديانات فيما قبل التاريخ، وخصوصا في فترة الرؤوس المستديرة زي ما أطلق عليها الأثريون والباحثون. مين هم أصحاب الرؤوس المستديرة يا ريس؟ بيرجع فترة تسمية الرؤوس المستديرة بالاسم ده لاحتواء النقوش اللي بتعود ليها على رسومات كتير واللي كانت بتجسد رجال برؤوس كبيرة مستديرة غريبة الشكل. وفضلت الرسومات دي مادة لأصحاب الخرافات حوالين منطقة تصيلي، واللي خلاهم يقولوا إن الرسومات بتجسد فضائيين أو جن. لكن الكلام ده فسره بعض الباحثين إنه سبب قلة الدراسات الموثقة حوالين المنطقة هو اللي خلى الكلام ده يتقال عليها. ايه قصة رسوم الجن والفضائيين؟ اتقال عن سيفار او الاعجوبة التامنة زي ما وصفها ناس كتير انها شهدت اساطير وغرائب مختلفة، وده اللي خلاها تثير حيرة اللي يزورها وبعض جيرانها. من بينها رواية المدينة المفقودة والجن. الرواية دي بتقول ان الرسومات والنقوشات الصخرية المنحوتة على الجبال المرسومة من طرف الجن. كمان سكان المنطقة بيقولوا رواية تانية، وهي ان الرسومات على صخور المدينة ما رسمهاش اهل الارض لكن رسمها سكان الفضاء. ايوه زي ما بقولك. بس الغريب ان مختلف المكتشفين قالوا ان هي من الوارد ان الرسومات دي كل ناس مش من عندنا. المؤرخ التاريخي فريد ايغيل قال ان بعض الرسوم دي بتمثل اجساما غريبة ما يعرفوهاش لحد دلوقتي، وعشان كده قالوا ان الكائنات الفضائية هي اللي رسمتها وان هي ناس جاية من الفضاء. طبيعة الرسومات دي ايه بقى؟ الرسومات دي غير مفهومة بالمرة، لكنها احتوت على مجموعة من الحيوانات بعضها غريب والبعض مألوف زي الخيول والزرافات والأبقار، وده بالإضافة للرسومات التانية واللي كانت لمخلوقات بشرية بتطير في الهواء ولابسة حاجة شبه أجهزة الطيران.
ورسومات تانية لرجال لابسين معدات شبه معدات الغطس وبيسحبوا أجسام غامضة اسطوانية الشكل برضو في كثير من آثار المادية والكتابات الحجرية الفريدة والنادرة ورسومات الكائنات الفضائية. يا ترى بقى كان البشر الأوائل في تصيلي مؤمنين؟ النقوش اللي شهدتها المدينة كانت سبب في كثرة الأقاويل، وزي ما قلنا إن اعتقاد بعض الناس إن الرسومات بتشير للكائنات الفضائية والجن، في رأي تاني قال إن الرسومات دي كانت بتشير لبعض الطقوس الدينية أو الروحانية اللي بتشير إن البشر الأوائل اللي عاشوا في مدينة سفار ومنطقة تصيلي كانت لهم عقائد إيمانية، وكان دليلهم إنه عادة بتكون طقوس الموت والدفن مرتبطة بطبيعة العقيدة. وعشان كده كانت المدافن اللي وجدت في منطقة تصيلي بالجزائر شهدت اهتمام الباحثين في محاولة للتأكد من اعتناق الناس اللي عاشوا على الأرض دي، ورسموا من خلالها النقوش اللي بتأكد إن عندهم عقيدة إيمانية معينة خاصة بيهم. وصل جهود التنقيب في مدينة تصيلي عن أشكال من المدافن ووضعيات الدفن. في كتير من الأثريين لقوا الجثث مدفونة في الوضعية الجانبية للجهة اليمنى والأطراف السفلية متنية، ودي كانت طريقة منتشرة وشائعة بين الشعوب الصحراوية في فجر التاريخ، وفي الغالب كان بيتقال عليها الوضعية الجنينية، وده نسبة لوضع الجنين في رحم الأم. كمان لقوا وضعية دفن مختلفة، وهي إنهم كان أطرافهم العلوية متنية ناحية رأسهم. وبغض النظر عن اختلاف وضعيات الدفن، بس اللي يلفت النظر هنا هو اهتمام سكان تصيلي القدامى بعملية الدفن وتزويد المدافن بالأساس والأواني الفخارية والحلى والأسلحة وغيرها من المعدات اللي كانت بتحيط بالمتوفى في حياته في الدنيا. الدراسات أكدت إن الممارسات دي أكبر دليل على إن الناس اللي عاشوا على أرض تصيلي كانوا بشر وبيؤمنوا بالحياة الآخرة بعد الموت. كمان كان ليهم شعائر جنائزية واضحة المعالم، وده اللي بيرجح وجود عقيدة دينية متعارف عليها بينهم. ونتيجة للكلام ده فسر أصحاب الرأي ده إن الرسومات الغريبة في كهوف تصيلي عبارة عن تجسيد لطقوسهم الدينية، لكن ما عرفوش تفاصيل العقيدة دي لغاية النهاردة. ليه بقى اتسمت بمثلث برمودا الجزائر؟ من ضمن المسميات اللي اتقالت على مدينة سيفار هو مثلث برمودا الجزائر، وده كان بسبب إن أجزاء منها ما وصلش ليها المستكشفون حتى اللي قاموا بالاكتشافات الكبرى في المدينة، ما قدروش يدخلوها بالكامل بسبب صعوبة طرقها. كمان عندك قصة الساحر اللي اتقال انه دخل احد كهوف المدينة وكان معاه 30 شخص ومرجعش منهم غير الساحر نفسه. وعلى الرغم من تداول الروايات دي لعقود من الزمن، لكن في اللي بينفي الاساطير دي وقال ان هي مجرد اشاعات، وجيران المدينة قالوا عاش فيها اجدادنا واجدادهم. كل ده اشاعات، واتقال ان هم ما سمعوش عن الجن او شافوهم في سيفار، وده بيأكد النظرية اللي بتقول ان هم كانوا ناس طبيعيين زينا. احنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في حكاية النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق الزمن الجميل. فريق عمل حياة زمان يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. السلام عليكم ونشوفكم على خير.